ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله عندنا فيديو حلو جدا جدا هيعجبكم باذن الله، وعايزه رايكم في الكومنتات ودعوه حلوه منكم كده. براحه البال. اول حاجه هنا هنعمل تتبيله بكميه كبيره لاننا هتبل كميه كبيره من البانيه. هنا حطيت طماطم وبصل، طبعا مش هم دول بس، لسه هكمل بقيه الكميه اللي معايا وهحطها كلها في الطبق زي ما انتوا هتشوفوا كده. اسفه جدا على صوتي، بس صوتي عشان بقف في المطبخ بيبقى حر جدا جدا عشان مولع البوتاجاز كله، وبطلع قدام المروحه فصوتي بيروح كده. هضرب بقى كده كل الحاجات زي ما انتم شايفين بالطريقه دي وحطها في طبق كبير، وهبتدي انزل بقى بمعلقتين كبار من الصويا صوص. نزلت كمان بمعلقتين كبار من الملح ومعلقه كبيره من الجنزبيل. هحط بقى بهارات فراخ وهحط فلفل اسود، وهحط كمان كركم، وهحط توم باودر وبصل باودر يعني وقرفه. هحط البهارات اللي انا بستخدمها كلها للفراخ لتتبيله البانيه. النهارده برضو تتبيله جديده غير اللي كنا بنعملها، وحطيت طبعا الملح بس ما كترتوش قوي علشان البهارات بتاعه الفراخ اصلا فيها ملح. وحطيت زعتر وروزميري فريش، كنت انا بجيب حاجات من السوق كده لقيتهم. انا بحب اجيبهم جدا جدا فريش، فلقيتهم كده وقلت اجيبهم استخدمهم برضو النهارده في التتبيله. حطيتهم كده، وبعد كده جبت 4 علب زبادي من الكبار، هفضيهم برضو على التتبيله دي وهضربهم كويس جدا جدا بالهاند بلندر. مش عايزه فيهم اي حاجه تكون خشنه. تمام كده. تعالي بقى ايه، لو انت لسه جديده عندي في القناه يا ريت تنزلي كده تعملي بص على القناه، هتعجبك جدا جدا. ويا ريت تعملي لي لايك واشتراك لو انت لسه ما اشتركتيش، وتكتبي لي كومنت حلو زي. هضرب بقى كل الخليط كده بالهاند بلندر، انعمه خالص زي ما انتم شايفين. النهارده ما حطيتش توم في التتبيله، حطيت توم باودر مش حطيت توم فريش، عشان مش عايزه تبقى الريحه بتاعتها زعقه. بصوا ما شاء الله، دي كميه كبيره من البانيه، دول حوالي 10 كيلو كده من البانيه تبلتهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا البولات دي كبيره جدا عملناها فيهم. طبعا غسلته بدقيق وليمون وملح ونقعته كمان شويه، وبعد كده شطفته، وبعد كده حطيته زي ما انتم شايفين كده. حطيتهم قسمتهم على البولتين عشان اعرف اتبلهم كويس. هحطها بقى في التلاجة، ده كان قبلها بيوم، يعني قبل اليوم ده بيوم ظبطت كل الحاجات دي. بعد كده جبت حله كبيره على النار، حطيت فيها حبه زيت حلوين، وهبتدي انزل بقى بحوالي كيلو من البصل. هنعمل ايه في الحله دي هنشوف دلوقتي. بس لو لسه ما حطيتش لايك حطي لايك لان الفيديو هيعجبك جدا، والفيديو ده مليان حاجات حلوه قوي. بعد كده نزلت هنا بحوالي 4 5 معالق من الثوم المفروم، عشان انا عايزه هعمل هنا كميه كبيره من التسبيكه. هنسبك هنا تسبيكه كبيره جدا. الحله دي كبيره، الحله دي اللي هم بيسيحوا فيها الزبده والحاجات دي. بعد ما تدبلوا كده شويه نزلت ببطرمان صلصه كامل. وبعد كده عندي الطماطم اللي انا ببقى مسبكاها كده على النار، هبتدي انزل بقى بكميه حلوه منها لغايه ما املى الحله على اخرها. هبتدي احط الطماطم زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنحط التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا بسيطه خالص وهتخلي الطعم حلو قوي قوي، جربوها هتعجبكم. هنعمل ايه، هنقلبها كده تقليبه حلوه، وبعد كده انزل بقى بالتوابل. حطيت الملح وحطيت كمان رشه من السكر بسيطه عشان حموضه الطماطم. ونزلت بقى بحبه كزبره حلوين وحبه فلفل اسود وكمون وكمان قرفه وكمان 7 بهارات. ما حطيتش اكتر من كده في التتبيله دي. يبقى حطيت فلفل اسود، كمون، كزبره، 7 بهارات، الملح، ومعلقه كبيره كده من السكر. وبدات كمان ان انا احط حبه من البابريكا عشان تعزز لي اللون شويه. هقلب بقى التوابل مع الطماطم كده كويس، واسيبهم بقى يغلوا شويه على النار عاليه، وبعد كده هدي عليهم النار تتسبك مع نفسها. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه تاني. تعالي كده نشوف هنعمل ايه تاني في الفيديو ده، هيعجبك جدا جدا. وما شاء الله عامله كميه وجبات حلوه جدا جدا النهارده كان يوم جميل ويوم حلو قوي. هنا غليت ميه على النار، وهبتدي بقى انزل بيها بالمكرونه بتاعتي. طبعا مش هي دي حله المكرونه الوحيده اللي انا هعملها، هتشوفوا دلوقتي في الفيديوهات انا عامله كام حله مكرونه ما شاء الله، لاني عامله كميه كبيره. انا طول الشهر السنه دي ما وزعتش فاكهه او ما نزلتش فاكهه، فقلت النهارده بقى ايه نعمل حاجه مختلفه وننزل فاكهه. جبت موز وجبت كانتالوب وجبت فراوله، وهبتدي ان انا احطهم برده في الاطباق واعمل. هنا الفراوله كنت لسه بقى هغسلها واصفيها كده في مصفى ونبتدي نشتغل منها. جبت بعد كده هنا بقى
ال- الطاسات زي ما انتم شايفين، بس في مقطع اتحذف مني اللي هو تضييب البقسماط. البقسماط انا كل كوبايتين فيجيتار او بقسماط ناعم بحط لهم كوبايه من الدقيق، واحط معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من القرفه. بحب قوي اتبله كده واقلبه كويس واشتغل بيه. هنا بقى جبت البانيه بعد ما عملته في الكفر بتاعه، وابتدي بقى اقليه زي ما انتم شايفين كده. مشغله كذا حاجه على البوتاجاز عشان اخلص كله في وقت واحد، لان انا النهارده داخله المطبخ متاخر، وكمان عندي كميه وجبات كبيره جدا غير كل يوم. النهارده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عاملين 150 وجبه حلو وحادق. هتشوفوا كل حاجه دلوقتي معانا في الفيديوهات. ابتدي بقى ان انا اقلي البانيه واطلعه بقى لونه فاتح كده وجميل، عشان يبقى شكله كده يفتح النفس. بصوا ما شاء الله اللون بتاعه تحفه ازاي. حاطه بقى هنا فرشه في صاجات وفي صواني مناديل مطبخ، واطلع عليها البانيه على طول، لان مش بحب احطه فوق بعضه عشان الكفر بتاعه ما يقعش. هفضل بقى اطلع كده واوريكم الكميه كلها. بصوا ما شاء الله كميه البانيه. ادي كده صاجين وصينيتين، وفي صينيه تانية اهي. ما شاء الله كميه كبيره جدا. وادي 4 حلل من المكرونه، ما شاء الله الحلل دي كبيره يعني. والكنتالوب ماما ربنا يخليها لي قطعته وقطعت لي كمان سلطه، والتسبيكه خلصت والفراوله. هنبتدي بقى هنا نعبي، بحط كنتالوب وبحط فراوله وبحط موز في الطبق كده، وبعد كده بنعمله بالاسترتش راب على طول. طبعا مش هي دي كميه الكنتالوب بس انا دول كانوا يعني غير الحله اللي انتوا شفتوها او الطبق اللي انتوا شفتوه، في لسه كميه كبيره باخد حبه حبه كده. كنت خايفه جدا ان الفراوله تبوظ مني، بس الحمد لله ربنا اكرمني وما باظتش، والحاجه نزلت حلوه جدا جدا، وكانت حاجه تفتح النفس. وما شاء الله ما شاء الله النهارده يعني فطرنا ناس كتير جدا جدا. ربنا يجعله في ميزان حسنات كل اللي شارك فيه. بصوا ما شاء الله بقى شكل الوجبات بعد ما بيخلص بيبقى عامل ازاي. وبصوا الكميه اللي احنا عاملينها تحفه. بصوا ما شاء الله حاجه كده تفتح النفس وحاجه تشرف ما شاء الله. هنا كنا عبينا الفاكهه كلها. بصوا ما شاء الله الكميه قد ايه. حاجه كده تفتح النفس وتشرف، وحاجه كده يا رب كده يجعله في ميزان حسنات كل اللي شارك فيه. بعد كده تعالوا بقى هنعبي البانيه والسلطه. برضو حطيناهم كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. البانيه قطعتين بانيه، وبعد كده حبه السلطه برضو في الطبق، وعملناهم برضو بالاسترتش راب على طول. لو حته كبيره بحط حته واحده، لو حته متوسطه بحط حتتين، عشان يبقى كله واخد زي بعضه وما اظلمش حد. بصوا ما شاء الله برضو الكميه عامله ازاي. حاجه كده تحفه. يا رب يجعله في ميزان حسنات كل اللي شارك فيه يا رب. هنا بصوا ما شاء الله بقى، هنا كانت ماما بقى بتعبي المكرونه. دي كانت اخر خلاص حاجه على ما انا عبيت الفاكهه وعبيت البانيه والسلطه. كانت هي خلاص بتخلص في بقيه المكرونه اللي احنا بنعبيها. ما شاء الله. واسفه جدا على صوتي، ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. ولو انت جديده عندي في القناه وشفت الفيديو وعجبك، اتمنى ان انت تخشي كده القناه وتشوفيها كويس، هتعجبك جدا جدا، وتقولي رايك في الكومنتات. ولو لسه ما اشتركتيش يا ريت تشتركي وتعملي لايك وتدوسي على كلمه اشتراك وتفعلي كلمه الكل، وتدوسي على كلمه الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. يا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم ويجعله في ميزان حسنات كل اللي شارك فيه باذن الله.